الصديقان. سكبت صباح طعام الكلب والقط في صحن واحد فأكلا معا. يوما بعد يوم أصبح الكلب يأكل مع القط وصارا يلعبان معا. صارا يراقبان العصافير تحط على أرض الحديقة لتأكل الحب. صار القط صديق الكلب والعصافير وصار الكلب صديق العصافير. والآن هيا بنا أحبتي لنبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: أين سكبت صباح طعام الكلب والقط؟ إذن أين سكبت صباح طعام الكلب والقط؟ الجواب: سكبت صباح طعام الكلب والقط في صحن واحد فأكلا معا. إذن سكبت صباح طعام الكلب والقط في صحن واحد فأكلا معا. السؤال الثاني: هل صار الكلب والقط والعصافير أصدقاء؟ إذن هل صار الكلب والقط والعصافير أصدقاء؟ الجواب: نعم، صار القط صديق الكلب والعصافير وصار الكلب صديق العصافير. إذن نعم، صار القط صديق الكلب والعصافير وصار الكلب صديق العصافير. والآن أحبتي هيا بنا لننتبه ونقرأ معا هذه الكلمات. لنبدأ: صباح، العصافير، صديق، أصبح، صار، صحن. سأعيدها مرة أخرى: صباح، العصافير، صديق، أصبح، صار، صحن. إذن درسنا اليوم يتكلم عن حرف الصاد. إذن درسنا اليوم يتكلم عن حرف الصاد. هيا بنا أحبتي لنتعرف إلى أصواته القصيرة والطويلة. هيا بنا أولا لنبدأ بأصواته القصيرة. ص مع الفتحة الصغيرة أصبحت ص. ص مع الضمة الصغيرة أصبحت ص. ص مع الكسرة الصغيرة أصبحت ص. ص مع السكون أصبحت ص. إذن سأعيدها مرة أخرى: ص، 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 ص. والآن هيا بنا لنتعرف إلى أصواته الطويلة. ص مع حرف المد الألف أصبحت صا. ص مع حرف المد الواو أصبحت صو. ص مع حرف المد الياء أصبحت صي. إذن
هيا بنا لنعيدها مرة أخرى. صا صو صي. والآن هيا بنا لنفتح دفتر التمارين. السؤال الثاني: أقرأ الكلمات وأصنفها بحسب كل حرف. بصل، صوص، سوس، عصفور، سمك، شمس، كبير، بازيلا، الصف. ولدينا حرف الصاد، حرف السين، حرف الفاء، حرف الكاف، وحرف الباء. لنبدأ أولاً بكتابة الكلمات التي تحوي على حرف الصاد. هيا بنا: عصفور، بصل، صوص، الصف. الآن سنكتب الكلمات التي تحوي على حرف السين: سوس، سمك، شمس. الآن الكلمات التي تحوي على حرف الفاء: عصفور، الصف. الآن الكلمات التي تحوي على حرف الكاف: سمك، كبير. وأخيرا الكلمات التي تحوي على حرف الباء: بصل، كبير، بازيلا. والآن نفتح دفتر التمارين صفحة 63. السؤال الرابع: أرتب الكلمات لأحصل على جملة. المجموعة الأولى من الكلمات: الكلب، صديقين، صار، والقط. ستصبح الجملة: صار الكلب والقط صديقين. إذن صار الكلب والقط صديقين. المجموعة الثانية من الكلمات: بسعادة، يراقب، العصافير، القط. ستصبح الجملة: يراقب القط العصافير بسعادة. إذن يراقب القط العصافير بسعادة. المجموعة الأخيرة من الكلمات: حبوب، نقدة، من، التراب، العصافير، القمح. ستصبح الجملة: نقدت العصافير حبوب القمح من التراب. إذن نقدت العصافير حبوب القمح من التراب. والآن نفتح دفتر التمارين صفحة 64. السؤال الخامس: أقرأ الأحرف وأركب كلمات منها أفقيا وعموديا. لنبدأ أولا بالأفقي. الكلمات هي: بصل، صوص، رفاق. عموديا: بصر، صوفا، لصق. صقر يطير عاليا يحوم يفرد جناحه فوق الغيوم. صقر يطير عاليا يحوم يفرد جناحه فوق الغيوم. أتمنى منكم الاشتراك في قناتي
بالضغط على زر الاشتراك ومشاركة قناتي بين أصدقائكم لتصل إلى أكبر عدد من المشتركين.